اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. يلا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. انا دخلت على المطبخ كده قلت بسم الله الرحمن الرحيم. لقيت عندي كده شوية طبق وشوية كوبايات، كنت بقى عايزة اعمل أكلة حلوة كده. قلت ايه لما اشطب المطبخ الاول واخلص الحوض عشان الدنيا تبقى رايقة قدامي، وايه، واعمل اكل كده على مزاج. رحت جايه ماسكه شويه المواعين زي ما انتم شايفينهم، وفضيت المطبخ بقى كله، نزلت هتك هتك فيهم خلصتهم. وقلت يا انا يا انت يا المطبخ النهارده لازم اخليك قشطه. طبعا احنا كل شويه غسيل مواعين بقى وطبيخ وغسيل مواعين وطبيخ انتوا فاهمين طبعا، انتوا ستات بيوت وعارفين يعني. طبعا بقى مسكت المطبخ وشطبت المواعين اللي فيه كله، وجيت بقى جبت ايه، هنعمل اكله دلوقتي معاكم. بوم البوم، بص عامله ازاي الحمام بقى مخليه قشطه. كنت نقعاه بقى ايه في ليمون وفي ملح وفي شويه دقيق كده. كنت نقعاه قبل ما اغسل في المواعين، كنت يعني نقعاه في الميه قبل ما اغسل المواعين واشطب المطبخ. قلت ايه، حطيت له الحاجه بتاعته كده، وقلت اسيبه يتنقع فيها شويه المحلول بتاعه على بال ما اخلص المواعين وايه، ونطبخ بقى معاكم ونعمل الاكل. اوعوا بقى تنسوا تسموا بالله وتصلوا على الرسول. مسكت الحمام بتاعي بقى بعد ما كنت نقعاه في الميه والمحلول بتاعه، رحت غسله غسله كده بنت ناس زي ما انتوا شايفين كده، خليته قشطه قشطه قشطه. ورحت جايه بقى حطاه حلوه انت وهي غسلته، ورحت حاطاه بقى ايه في الطبق كده جنبي. وبقى نزلت بقى جبت الخلطه بتاعته، قلت هعمل له خلطه النهارده مميزه. كانت امي الله يرحمها دايما تعملها لنا الخلطه دي. اول مره اعمل الخلطه بتاعه الحمام، الرز اللي هو انا هعمله دلوقتي دون، اول مره اعمله في اليوتيوب. بس انا طبعا على طول كنت بعمله في البيت يعني عندي. طبعا يلا يا حلوه انت وهي بقى، اوعي تنسي اللايك وتصلي على الرسول في الكومنتات، واشوف كومنتاتكم حلوه دي عشان بتشجعني. تمام. مسكت بقى الحمام غسلته، والكبد والقوانص كمان غسلتها زي ما انتم شايفين، وهمسكها كلها بقى دلوقتي اقطعها حتت صغيره. وجبت حله وحطيت فيها معلقتين سمنه بلدي كده على الولعه، وقلت عشان هنزل دلوقتي بالكبد والقوانص عليها. عشان ايه، هعمل دلوقتي ايه الحشو بتاع الحمام بتاعنا يا حلوه انت وهي. ايوه، كتري كتري وبلاش تستخسري. وجبت طبعا كنت جايبه بصلتين خرطتهم معاكم في الاول، وهنزل دلوقتي بقى عليهم على الكبد والقنص، بس بعد ما اديهم تشويحه كده، اديتهم صدمه في السمنه البلدي وشوحتهم. وبعد كده البصل اهو خرطته ناعم كده، ورحت نازله على ايه، على الكبد والقوانص، وقعدت اشوح فيها يا حلوه انت وهي. ونزلت بالتوابل بقى، كمون وكاري وفلفل اسود وشويه توم باودر ونص معلقه بابريكا وعود قرفه وعودين لورا. تمام، خليكم معايا وركزوا ركزوا. ونزلت بقى بالرز كنت غسلاه. نزلت بالرز، بصراحه انا كنت ممكن احشي فريك، بس انا ايه، عندي الاولاد ما بيحبوش الفريك يعني قد كده، فانا ايه بستسهل الرز عشان هم اصلا بيحبوه بصراحه. بس عادي شغاله، لو عايزه تحشي فريك عادي ممكن تجيبي الفريك بدل الرز وتحطي كده. بعد كده يا حلوه انت وهي، رحت ايه، نزلت بقى بالميه بتاعتي على قلب الرز. طبعا مش هنغرق الرز ميه يعني، احنا هنخلي يا دوبك الميه تسويه تلات ارباع سوا، مش مستوي قوي يعني، او نص سوا تلات ارباع سوا كده يعني. عشان ايه، عشان ما يبقاش ني في الحمام لما يستوي كده. انا سويت تلات ارباع سوا، ورحت نازله عليه نازله في الصينيه، قلت عشان يبرد، وبقى قبل ما على ما الرز بتاعنا يبرد اكون انا عملت دلوقتي بقى ايه، خلطه الحمام، بصلايه، وهدعكها كده في الحمام قبل ما احشيه. لازم التكايه دي حلوه، علشان ايه، بتخلي الحمام مسكر وبتخليه طعمه تحفه. جبت بصلايه كده ورحت جايه بشرها زي ما انت شايفاها، بشرها بشر ناعم ناعم خالص. ورحت نازله عليها بنص معلقه فلفل اسود ونص معلقه كمون، وهنزل بالملح بس فقط فقط بس، هو كده شويه الملح وشويه الفلفل الاسود، وهتدعكيهم في بعض. وتمسكي بقى الحمام بقى ايه، تدلكيه كده، تخلي الخليط دون يخش في قلب اللحم كده. وتنزلي بقى تحطي ديك برده في الزور من جوه، وتمسكي اللحم كده، تدنك تدعكي فيه كده بالبصل والفلفل الاسود كده، واحده واحده. انا مسكت كل اللي انا عملته كده واحده واحده، ودلكته كده ودعكته دعكه بنت ناس. ها ركزوا معايا حلوين. ورحت اصل بصراحه الحمام دون يعني اكله مزاج،
مزاج مزاج. انا بحب الحمام قوي، عندي ولادي يعني بس بيحبوه برضه، يعني شغال، ممكن يعني اعمله بالطريقه اللي انا بعملها دي بياكلوه. المهم بوريكم بقى، بصوا رقبه الحمامه بتروحوا جايين ماسكينها من الاخر كده وتروحوا لفينها وتروح مقطومه معاكم. عشان ايه؟ عشان الزور بتاع الحمام يفضى ويبقى الجلده بس تقوموا تحشيه ويبقى مليان كده، تبقى الحماميه مليانه. الحماميه مليانه. بصوا بوريكم الحماميه بعد ما حشيتها. خلصت كل الكميه زي ما انتم شايفين، حشيتها ورحت نازله بقى، حطيت ميه تغلي. ما رضيتش اسويه في الفرن النهارده لان معايا كميه شويه صغيرين يعني. ورحت جايه حاطه شويه ميه يغلوا ورحت نازله عليه بالحمام بتاعي. لازم الميه يا حلوه تكون مغليه علشان الحمام ما يفكش منك ويوقع الرز في قلب ايه، في قلب الميه. ورحت خرطه عليها بصله، جبت بصلايه كده بنت ناس ورحت خرطاها. ورحت بقى حاطه التوابل بتاعتي برضو في قلب الحله اهي، ورق لورا. ورحت جايه حاطه شويه فلفل اسود كمان بس عشان انا اصلا متبله الرز ومتبله كل حاجه. ورحت جايه طبعا الحمام بتاعي استوى، رحت جايه ايه طلعته كله في قلب الصينيه. طبعا انا هحمره دلوقتي، بس لما اخلص بقى ايه معاكم الحاجه اللي انا هعملها ورا الحمام. طبعا جبت حله فاضيه كمان، قلت بقى ايه، ما هو الحمام مش هيتاكل غير بحاجه تكون ايه كده، يعني لازم نعمل اي طبيخ جنبه، اي حاجه جنبه. رحت جايبه البصلايه كده بنت ناس ومعلقه سمنه بلدي، ورحت جايه خرطها في الحله. ورحت جايه ايه هقليها دلوقتي وهعمل معاكم اكله حلوه قوي، احنا اصلا بنحبها بصراحه، يعني احنا بنحب الاكله دي قوي. اوعي بقى يا حلوه تنسي اللايك لاختك بالله عليكي، وسبسكرايب للقناه بالله عليكي، علشان بس ايه القناه تعلى شويه معاكم يعني. تمام. ربنا يخليكم ليا ويدومكم عليا يا رب نعمه. رحت جايبه حته توم كده بنت ناس ومقليها مع البصلايه، ورحت نازله عليها بالطماطم زي ما انتم شايفين، وهغطيها دلوقتي وهركنها على جنب. وهاجي دلوقتي اروح ايه معاكم. هحط الاول معلقتين صلصه قبل ما اركنها معاكم، واروح جايه حاطه ايه مكعب دجاج، مرقه يعني مرقه. ركزي يا شهرزاد، مالك ايه اللي حصل لك؟ ركزوا انتوا معايا، مش مهم انا اركز. المهم رحت جايه ايه ركنت الحله دي على جنب، ورحت جايبه ايه الطاسه بتاعتي وحطيت فيها الزيت، وقلت بقى اقلي الحمام احمره. اقلي ايه؟ مش انا بقول لكم انا مش مركزه؟ يا خرابي يا خرابي. ورحت جايبه الحمام بقى زي ما انتم شايفين، حمرته كان تحفه وكانت ريحته قلب الدنيا. والله العظيم ما قادره اقول لكم كانت ريحته عامله ازاي، كانت ايه بوم البوم. المهم ده كله كنتوا خلي بالكم، وولادي عملوا لي يا ماما احنا جوعنا، يا ماما احنا عايزين ناكل خلاص بقى، الوقت ضاع كان خلاص يعني، احنا قربنا الساعه 8 وما كناش لسه خلصنا الاكل، وكانوا الكل جاع بصراحه. المهم خلصت الحمام كله وايه معاكم زي ما انتم شايفين. بصراحه ايه كنت عايزه احكي معاكم في حاجه كده، بس بقى ايه مش وقته. نزلت كده بالبطاطس بتاعتي على قلب الصلصه اللي اتسبكت يا حلوين. بصوا البطاطس عامله ازاي، يا خرابي يا خرابي. حطيت البطاطس وسبتها الاول تاخد تشويحه كده في قلب الصلصه، وبعد كده هزودها الميه واسيبها بقى تستوي. وجبت حله فاضيه تانية وهنعمل بقى ايه شويه الرز يا حلوين. عملت الرز، بص الزيت عمال يطرطش فيا وعمال يجي في ايديا ويلسوعني. ورحت جايه نازله بالشعريه زي ما انتم شايفين وحمرتها هاتك. ومش قادره اقول لكم بقى. ونزلت بالرز، طبعا انا كان فايض رز من الحشو بتاع الحمام، هسويه برضو دلوقتي، ويبقى الرز ده برضو يبقى رز نوعين، نوع بالتتبيله ونوع بالشعريه. ركزوا معايا يا حلوين. انا مش عارفه النهارده مالي مهيبره النهارده ليه كده. طبعا بقى في الوقت دون مش قادره اقول لكم، كانت الميه وقعت عليا وغرقتني، رحت داخله مغيره العبايه ورجعت تاني على الاكل، غرفت الاكل زي ما انتم شايفين بقى. كانت ريحه الاكل ايه مش قادره اقول لكم، يا لهوي. كان عايز انا كنت عايزاكم تيجوا تاكلوا معايا كمان، ايه رايكم؟ المهم طبعا بصوا اهو شايفين ولادي واقفين جنبي وعمال يقول لي يا ماما الاكل ريحته قلب الدنيا الاكل. بص البطاطس جميله، البطاطس بقى ما كنتش عاملاها مكعبات، كنت عاملاها ايه صوابع. بصوا بقى وده شكل الاكل بتاعي النهائي. واوعي تنسي سبسكرايب لاختك والكومنت، واشوفكم على خير يا احلى اخوات في الدنيا، مع الف سلامه.